مساء الخير، عدنا لكم في حلقة جديدة مع مج جديد عشان محدش يقول لي شوب القصب. بحاول ارضيكم، بحاول ارضيكم، يعني نسعى مع بعض ان يكون الفيديو ما فيهوش انتقادات. ماشي، عشان انا اوريدي عندي حاجة هنا مش عارفة هي ايه، بس يعني بحاول اعالجها. أم، النهارده عايزة اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا. اكتشفت ان انا تفكيري اتغير فيه كتير قوي، بالذات بعد سفر ورجوعي من امريكا. وده مش عشان امريكا، يعني هي حاجه ملهاش علاقه بالبلد على قد ما هي ليها علاقه بازاي تفكيري اتغير، والتفكير اللي اتغير ده اثر ازاي على حياتي. فهبتدي لكم الموضوع بان انا بشوف ناس كتير جدا حواليا، كتير حياتهم كويسه بالنسبه لحياة ناس تانية كتير. ولكن هم عايشين عشان ينتقدوا كل شيء في حياتهم، وعلشان ينغصوا على نفسهم، هم نفسهم بينغصوا على نفسهم عيشتهم. وده بحس ان هو الموضوع منتل بحت، يعني هي حاجة ذهنية بحت. بجد حد حاصر نفسه في منتل لوك داون نيجاتيف، يعني منتل نيجاتيف لوك داون، يعني حابس نفسه حبس سلبي جوه دماغه، مش قادر يشوف اي حاجة كويسة نهائي نهائي. عشان اقول لكم حاجة تانية برضو، الناس هتقولي الوضع والظروف والحاجات دي تمام، احنا يا جماعة احنا 130 مليون بني ادم عايشين في البلد دي. لو احنا كلنا قعدنا نفكر كده احنا هتبقى خرابة، يعني هنخرب كلنا والدنيا هتبوظ. والاختبار الحقيقي في ان انت ازاي تكون انسان ايجابي في وسط العبث وفي وسط الفوضى. ما هو معلش، ما انا لو عايش حياة زي الفل ومعايا فلوس والدنيا جميلة والشغل في كل حتة ومرتبات هاي والجواز في السلكان وكل حاجة تمام، انا اصلا مش هيبقى عندي سبب اكون سلبي غير ان انا بتبطر على النعمة بقى. فانا هكون سلبي ليه لو انا الدنيا كلها تمام بالنسبة لي؟ فهو الطبيعي إن لما اقولك تبقى ايجابي معناها ان انت تبقى ايجابي في عز السلبية، في عز البيئة اللي انت شايف كل حاجة وحشة حواليك، ولكن انت تصمم وتصر ان انت تبقى شايف دايما الحاجة الحلوة عشان نفسك، مش عشان اي حاجة. يعني هي البلد مش البلد اللي انت عايش فيها ايا كان هي فين، ولا هتنقص ولا هتزيد لما حضرتك تقرر تفكر تفكير ايجابي او سلبي. مفيش حاجة تتغير في الحياة غيرك انت، جواك انت. فسلاح كبير من الأسلحة اللي أنا كنت بستخدمها لمحاربة الغربة والضعف أثناء الأوقات اللي فعلا فيها ضعف، ما كنتش بستهبل ولا كنت بتدلع ولا أي حاجة، هي الإيجابية. ومش بوهم نفسي، يعني أنا مش بوهم نفسي إنه عايشة في بابل مع نفسي إن كل حاجة تمام وكل حاجة قشطة. لا 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 لا، أنا كنت بطلع من كل مشكلة الحاجة الإيجابية اللي فيها عشان ما أشوفهاش مشكلة. ما هو الجيش قالك ايه؟ اتصرف، انا لازم اتصرف. فانا دلوقتي واكتشفت بعد كده لما كبرت والموضوع عدى عليه وقت، يعني ان انا فعلا بقيت اي حاجة تحصل دايما احاول اجري ابص على ايه الاستفادة. ايه الاستفادة بقى من الحوار ده؟ يعني عايزة اقول لكم على حاجة، لاقصى درجة، لاقصى درجة الابن لما يكون عنده امه وابوه، وامه وابوه او امه بس او ابوه بس ايا كان، يعني عيانين جدا وتعبانين جدا ودكاترة ومستشفيات وعلاج وما بيرتاحوش وهو ما بيرتاحش. على قد ما الموت بيكون فيه صدمة، وعلى قد ما الموت اختبار كبير قوي، وعلى قد ما it's a tragedy، يعني هي حاجة صعبة جدا انها اي بني ادم يمر بيها، ولكن لو بصيت عليها من منظور تاني بعد بقى فترة الحزن وفترة الجريف وفترة كل ما ده، بعد ما كل ده يعدي الإنسان ده بيرتاح، والشخص اللي كان مريض ده كمان ارتاح. خلاص هو عمره نفد، ربنا أمر إن هو خلاص حياته تخلص. ولو مريض جدا وكان بيتعذب فهو فعلا بيرتاح. وانت كحد شايل مسؤولية هذا المريض فانت اصلا قلبك بيتقطع في كل مرة الشخص ده بيتوجع، فانت كمان بترتاح. يعني حتى الموت فيه حكمة ايجابية منه. مش عايزه اسمع تعليقات سلبيه عن الموضوع ده في الكومنتس خالص، انا دي قناعاتي الشخصيه، ماشي؟ مش عايزه اقعد اجادل بقى حد فيها. انا شايفه كده ان كل شيء في هذه الحياه
مهما كان ابتلاء صعب، مهما كان اختبار كبير، مهما كان مشكلة انت شايفها ملهاش حل، ولكن هي ليها جزء فيها ايجابي. I am sorry، انا شايفة كده. في حاجات الانسان بيورط نفسه فيها، قرارات خاطئة بيحط نفسه فيها وبيضطر يستحمل النتائج بتاعتها، ولكن في الاخر برضو هي ليها ايجابية في حتة ان هو اتعلم، هو خد درس خلاص، حتى لو ضيع من عمره 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40 سنة. في ناس بتعمل اخطاء بتدفع تمنها عمرها كله، عمرها كله عادي بتصير. بس في الاخر اتعلمت، وما اتعلمتش بالسهل، انا اتعلمت بالصعب قوي. واتعلم بقى اكيد، يعني المدة اللي عدت عليه دي كلها هو كل يوم بيتعلم درس من قرار واحد اخده او مشى في طريق معين، ايا كان. حاجات مثلا زي الادمان، انا بشوف ان الادمان ده من قرارات الانسان لما سواء بقى بيقررها، بيتسحل معاها، ايا كان بقى دخله ازاي، من الحاجات اللي تدمر لك حياتك، تدمر لك 30 40 سنة قدام من حياتك، وتخسرك كل الناس اللي حواليك، وبتكره كل الناس فيك. ف طبعا في ليفلز يعني من كل حاجة، ولكن الانسان ده لو تعافى وتشافى وربنا هداه في الاخر، فهو بيتعلم اكبر درس في حياته، وبيتعلم حاجات الناس اللي حواليه كلها، لانه ما دخلوش طبعا في تجربة شديدة شبه دي، فما ما بيوصلوش لنفس التكوين اللي هو وصل له. فسبحان الله، في كل حاجة في جزء ايجابي وجزء سلبي. فانت حاول دايما تكون ايجابي بشدة، تعصب للايجابية، يعني عشان تكون انسان متين ومفيش حاجة تأثر عليك، بالذات لو انت شخص عايش في غربة ولوحدك، وانت عارف ومعترف ان ده قرارك، وانت تحمل مسؤولية قرارك، وعارف ان مفيش حد هيشيل وراك خالص في اي حاجة. فانت خليك دايما ايجابي، تعصب للايجابية، لان انت لو حزنت، او مش حزن يعني، لو ضعفت فترة وسبت نفسك لهذا الاحساس، دوامة، دوامة لا تنتهي، ومحدش هيجي يطلعك منها. مفيش حد هيخبط عليك باب الأوضة يقولك قوم يا حبيبي الشمس طلعت، الشمس أشرقت اليوم، تعالى نروح نعمل كذا، ولا تعالى قوم أساعدك. لا لا لا، مفيش حد هيعمل حاجة. كل واحد في حاله، أنا في حاله، أنت في حاله. أنت عايز تكتئب، اكتئب يا حبيبي، واكتئب بعيد عني كمان. تبتدي تلاقي الناس ايه ده، انت شخص سلبي وبتلوك كتير في السلبيات، وعلى طول بتشتكي، وعلى طول قرفان، وعلى طول بتاع، تلاقي الناس تبعد عنك على طول، بوعي وبدون وعي. لان الناس قدرتها وطاقتها بره غير هنا. اللي هيقعد يسمع لك هنا ويقول لك اه والله ده الدنيا بقت صعبة، وانت تقول له، هو يقول لك. بره مفيش كده، بره هو لن يتحمل هذا النوع من الشخصيات. فما تبقاش الشخص ده كده كده خالص. يعني احنا ده محتاج حلقة لوحده، الشخص اللي هو الشكاي البكاي ده، وممكن يبقى غصب عنه على فكرة عادي يعني. هو برضو في منتل لوك داون، كلها بقى فيكتيم منتاليتي، هو ضحية، هو مضطهد، هو مظلوم، هو الناس جاية عليه، الدنيا جاية عليه، الحياة جاية عليه. ده محتاج حلقة لوحده. انا بكلمك لو انت عادي، يعني sometimes yes و sometimes no، لا خليك على طول yes، خليك على طول yes. وما تعتبرش نفسك ان انت عايش في الوهم، لا ده ايمان، ده ايمان. يعني انت ايجابيتك دي ايمان في ربنا، انه انا عارف ان ربنا هيديني، انا بتعب اهو، وانا عارف ان الخير جاي، انا عارف ان الفلوس جايه، انا عارف ان الشغل جاي، انا عارف ان الرزق جاي. فايجابيتك تترجم الى ايمان. مش وهم ولا اي حاجه. الوهم بيبقى معروف انه وهم، ولو انت معايش نفسك في الوهم فانت اول واحد عارف، مش محتاج حد يقولك. لكن الايجابيه مختلفه. خليك ايجابي وبشده وبعنف وبتحمس وبتحفز وبتحيز، وصدقني مش هتندم، هتبقى شخصيتك صلبة جدا. محدش هيعرف يحبطك ولا يكئبك ولا ينزلك لتحت، لان انت على طول، انت مش باصص قدام، انت باصص فوق. فهو عشان يشدك محتاج يعمل مجهود، عشان الحياة تشدك لتحت محتاجة صدمات كبيرة، صدمات قوية. انما الحاجات اليوميات والزعل والحزن والناس اللي بتيجي وبتروح، كل ده مش هيأثر في حياتك، لان انت عارف ان بكرة في احسن، بكرة في خير. فانا بقيت شخصية ايجابية غصب عني. يعني انا معرفش، انا لقيت ان انا عشان اسرفايف I have to be positive.
ولما لقيت ان it's working، يعني مخي لقى ان الموضوع شغال كويس، تمام، احنا تمام، احنا على الطريق الصح. ف I think ان انا اوتوماتيكلي بقيت بفكر كده، عشان لقيت ان انا بحس احسن، الانزايتي عندي والقلق والتوتر بيقل، استعدادي للحياة واستعدادي للي هيحصل قدام بقى اكبر. لان انت لما بتكون ايجابي بتبقى انت عارف ان انت هتوصل، انا بس محتاج اعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، انا بس محتاج اعمل ال10 خطوات دول وهوصل. انما لو انت قلت ما انا كده كده مش هوصل، بقى الموضوع شكله صعب، هتعمل 1 و2 و3، هتيجي في 4 تقع، هترجع تاني تعمل 5 و6، هتيجي في 6 تقع، وتفضل تقع وتقوم وتقع وتقوم. مش وحش برضو، بس انت بقى يعني انت وليفل السلبية اللي عندك. في ناس سلبية لدرجة ان هو بيبتديش اصلا. انا ابتدي ليه؟ ده في كتير زيي، ده احنا كتير قوي، ده المنافسة عالية قوي، ده ما بقاش في شغل، ده ما بقاش في بتاع، ده مخه بس هو اللي بيقوله. انما لو قعد بقى مع 5 6 صحابه وكل واحد قال كلمة مش هنخلص، مش القعدة صباحي. فده اللي بقولك عليه، انت لو انسان ذكي تبقى ايجابي. لو انت انسان ذكي ومخك شغال وعارف ان ربنا قاعد وشايف وشايف انت بتعمل ايه، وانت عندك ايمان بيه، عمرك ما تبقى سلبي ابدا. يعني وحتى عمرك ما هتبقى باسيف ده بقى اللي هو انا بشوفه انيل من السلبي، يعني قال السلبي سلبي وعارف انه سلبي وخلاص. انما الباسيف ده اللي هو قاعد مستني بقى الحاجه تيجي لحد عنده، لما ربنا يسهل، لما ربنا يكرم ان شاء الله. طب يا حبيبي ربنا هيسهل وكل حاجه، بس انت بتعمل ايه؟ يعني انت بتعمل ايه؟ انت بتعملش حاجه، قاعد مستني الفرج. ده مش مهمتك خالص انك تقعد تستنى، محتاج تاكت، محتاج تلحلح. لازم تركز على الموضوع ده، لان ده هيحللك مشاكل كتير قوي في حياتك، وهيبعدك عن ناس كتير قوي ملهاش 30 لازمه في حياتك، وهيخليك توصل. انا متاكده ان الشخص الايجابي ده اللي على طول شايف الحياه فيها سعاده وفيها رزق وفيها فلوس وفيها وربنا راضي عني وانا مبسوط والدنيا جميله، بيوصل. لو عايش فين، لو ظروفه ايه، حتى هو قاعد، حتى ماشي ظروفه متنيله فوق دماغه، بس هو قاعد مبسوط لانه شايف امل. والامل ده مش بيجيله من حد، يعني هو مثلا مش لما يلاقي الدولار بينزل فيجيله امل، لا، هو مش معتمد على هذا الامل او على هذه الايجابيه في الظروف، مش مستني حاجه. وده احسن وضع تكون فيه ايجابي على فكره. زي ما قلت لك في الاول، اللي حياته حلوه اصلا ما عندوش حل غير ان هو يبقى مبسوط. لكن اللي حياته مش حلوه هو ده اللي المفروض يجاهد انه يبقى مبسوط، هو ده اللي عليه هوم وورك لازم يعمله عشان يكون مبسوط راضي، عشان يكون راضي بس قاعد في البيت كده ومفيش حاجه بتاكله. سلاحك بقى وانت بره بلدك ان انت تكون ايجابي، عشان مش اي موقف يعدي عليك يهزك، ومش اي حاجه تحصل تخليك تشك في مستقبلك او تشك في الطريق اللي انت ماشي فيه. ما تستسلمش يعني للضعف ده، لان في ناس كتير بتقع فيه لانه ما عندوش حد يقويه، ما عندوش حد يدعمه، ما عندوش حد في ظهره، هو لوحده. وطبعا حتى لو انت عندك اهلك في بلدك، انت مش عايز بقى تشيلهم همك وتقعد تحكي لهم اصل انا مديري في الشغل بيعمل، اصل الفلوس معرفش ايه، اصل ايه العربيه عملت حادثه، اصل مش عارف ايه. انت مش هتبقى عايز تشيل الناس دي همك، بالعكس، هم عايزين يسمعوا ان انت كويس عشان يعرفوا يناموا. فده اللي انت المفروض تقوله، انا كويس، انا تمام، خلاص. انما هتشيلهم همك وهيعملوا لك ايه؟ معلش، يعني ابوك ولا امك اللي قاعدين في بلدهم دول هيعملوا لك ايه وانت هناك؟ مثلا هيقعدوا بقى يعيطوا عليك ويزعلوا عليك وخلاص. فانت مش مستفيد حاجه وهم مش مستفيدين حاجه. هتيجي تقول لي بقى ابقى ايجابي ازاي؟ طب ماشي، احنا عرفنا ان احنا المفروض نبقى ايجابيين. هاو تو بي ايجابي؟ اقول لك، بص بقى، انا قسمت لكم الايجابيه او التفكير الايجابي من وجهه نظري، ماليش دعوه بقى بالطب النفسي والكلام ده، انا بكلمك من الواقع. الايجابيه اتقسمت معايا ل5 حاجات: الاطمئنان والرضا والعمل والتخطيط والثقه في النفس. اول حاجه لازم تكون انت عارف قدراتك، وعارف انت تقدر تعمل ايه ومتقدرش تعمل ايه كويس. وده بيبان معاك مع التجارب الحياتيه، انت بتبقى عارف انا اقدر اعمل كذا وما اقدرش اعمل كذا، وفي حاجات انا اقدر اعملها بس انا خايف منها، بس انا عارف ان انا لو دخلت فيها هعرف اعملها. كل ما تبقى عارف قدراتك كويس وعارف نفسك كويس قوي، كل ما ثقتك في نفسك هتزيد.
بافتراض ان انت بتشتغل على نفسك يعني عارف عيوبك وبتحاول تقلل منها وكده. انما انت لو ضايع خالص خالص، فدي اصلا حاجة محتاج تشتغل عليها لوحدها على جنب. فثقتك في نفسك لازم تكون قوية، يعني لازم تبقى عارف قدراتك كويس وما تقلش من نفسك ابدا ابدا قدام اي حد. انت قدام اي حد انا اقدر، انا اعرف، انا بعرف وهعرف، ولو ما بعرفش اعمل حاجة بعرف اتعلمها بسرعة. خليك دايما انت كلامك عن نفسك حتى لنفسك يكون بشكل واثق يعني. ده هيقودنا الى العمل. work hard. please work hard او work smart. شوف انت شغال في ايه، السيكتور اللي انت شغال فيه، يعني في التك والتكنولوجي والحاجات دي work smart، وفي الحاجات البدنية work hard. ففي الحالتين ممكن تجمع الاتنين مع بعض، work smart و hard. يعني شوف انت هتعمل ايه، المهم تعمل اللي عليك. المهم تكون شخص بيعمل اللي عليه، مفيش تقاعس، مفيش. وحتى لو جت عليك فترات كده ايه يعني بتهبل، فارجع امشي على التراك الصح. لان انت كل ما بتعمل اللي عليك كل ما ثقتك، الحاجات دي خلي بالكم كلها اللي هقولها لكم دي كلها مربوطه ببعض، يعني مربوطه جامد يعني. لو حاجه منهم سقطت بتاثر على الباقي. فانت لما بتعمل اللي عليك بتبقى عارف من جواك ان انا عامل اللي عليا، فبيبقى عندك ثقه. وده بيقودنا الى التخطيط. التخطيط ده بيخليك تحاول تلغي الحاجات المجهوله على قد ما تقدر. لو انت داخل على تجربة جديدة، داخل على شغل جديد، اي حاجة جاية في حياتك عامة، لمستقبلك، كل ما تخطط له وتعمل سيناريوهات، بلان A وبلان B وبلان C وبلان D، وشوف بقى انت عايز تعمل كام بلان. كل ما تخطط احسن، كل ما تطلع معاك حاجات ممكن فعلا تقابلها في هذه الخطة او في التجربة دي. انما كل ما تبقى هلهلي كده وعشوائي وتقول بقى هسيبها على الله وبتاع، مش كلنا سايبينها على الله، بس يعني لازم تبقى عامل الهوم ورك بتاعك، لازم تبقى مخطط صح لحياتك واللي انت عايز تعمله ايا كان هو ايه. والتخطيط ده برضو بيساعد في ضخ الثقة الى النفس، لان انت مخطط وعامل اللي عليك وبتشتغل وورك هارد، معناها ان انا ايه، هبقى واثق في نفسي. طيب ده بالنسبة للجزء اللي على المستوى الشخصي. على المستوى الروحاني، علاقتك بربنا لازم يكون فيها رضا، ولازم يكون فيها ايمان. والرضا والايمان هيؤدوا الى الطمأنينة. انا عايزاك تركز بس معايا في اللفة دي كويس قوي. الرضا والايمان هيؤدوا الى الطمأنينة. وكل ما تبقى مطمئن في حياتك هتبقى ايجابي غصب عنك. انا مطمئن، روحي من جوه هادية، انا عارف ان ربنا معايا، واللي معاه ربنا مخسرش ابدا. فكل ما تبقى راضي ومطمئن كل ما تبقى ايجابي اكتر، كل ما يبقى عندك طمأنينة اكتر. طب ابقى راضي ازاي؟ الحمد لله. الحمد لله احنا احسن من غيرنا. الحمد لله انا باكل وبشرب وعندي شغل. الحمد لله انا قادره اقف على رجلي. الحمد لله. طبعا انتوا عدوا بقى النعم، يعني مش انا اللي هقول لكم، يعني كل واحد يعد نعمه. احمد ربنا كل يوم على هذه النعم. كل ما تحمد ربنا وتفكر نفسك قد ايه انت منعم هيبقى عندك رضا. طيب بالنسبه للايمان، ايمانك تقويه بعلاقتك مع ربنا. ادعي، صلي، يعني عبادات. العبادات وانتظامك على العبادات هيعلمك الالتزام فيها، وده هيقوي العلاقة اللي ما بينك وبين ربنا، اللي طبعا انت محتاجها. يعني هو ربنا مش محتاجها، انت اللي محتاج ده عشان توصل في الاخر ان ايمانك يبقى قوي ويبقى عندك رضا وطمأنينة، فتبقى في الاخر توصل للتفكير الايجابي وتبقى حياتك كلها ان شاء الله ايجابية مليئة بالسعادة. فهي كل حاجة ليها طريقة يا جماعة. يعني هو كل حاجة انت عايز تعملها في حياتك، عايز تفكر تفكير معين، عايز تبقى حد معين، عايز تبقى شخص معين، كل حاجة في الدنيا ليها طريقة. انا بشير معاكم الجزء بتاعي اللي انا يعني دخلت في الجيرن دي روحانيا ودماغيا وبدنيا وكل حاجة. فممكن حد تاني يقولك حاجة تانية، ممكن اللي انا بقوله ده ما ينفعش معاك، ممكن ينفع مع حد تاني. ولكن دايما المعادلة بيبقى ليها فاكتورز، والفاكتورز دي كل حتة بتاعتها. يعني انت عليك جزء ذهني وعليك جزء روحاني وعليك جزء بدني. فهي بالمنطق يعني لو انت كملت المعادلة هتوصل للنتيجة الصح. لو انت المعادلة بتاعتك ناقصة مش هتوصل للنتيجة الصح. فهي مش افتكاسة، يعني هي بس كل واحد بيحاول يجاهد. في ناس عندها حاجات أصعب من حاجات. في إنسان عنده مشكلة في الرضا، على طول ناقم. ممكن يكون عشان بيقعد مع ناس سلبية، ممكن يكون عشان المحيط بتاعه على طول بيشتكي، فهو كمان بيشتكي لأنه خلاص هي دي الناس اللي حواليه. فانت شغل مخك، ربنا اداك عقل، شغل مخك، اعرف المشكلة فين وحلها وحاول تحلها.
اتمنى تكونوا انبسطتوا هذه الحلقه العميقه. انا بصراحه بحب الكلام العميق قوي، بس كنتش عايزه اخضكم في الاول، عايزه اخليكم تفتكروا ان انا كده ايه يعني، هشك بشك. لا مش هشك بشك، سوري مش دي الكلمه. يعني انتوا فاهمين قصدي. يعني نلعب كده مع بعض شويه الاول، قلنا شويه قصص شويه حواديت وبتاع، وبعدين دخلنا في العمق بقى قوي، لانها فعلا فعلا التجربه بتاعتي كانت عميقه. او انا قعدت مع نفسي كتير، مخي اشتغل كتير في جوانب كتير في الحياة. فانا بحاول بس انقل لكم جزء بسيط من هذه الاعماق. ومعاكم في الحلقة الجاية مش مهندسة نور صقر او اكس مش مهندسة نور صقر. و see you guys later ان شاء الله.